حصاد البتنجان والشطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة إن شاء الله مع بعض. النهاردة هنشوف النهاردة البتنجان بتاعنا فيه ثمار ونحصدها بإذن الله. ده البتنجان الرومي لكنه لسه حجمه صغير. ده البتنجان أبيض أهو ما شاء الله اللهم بارك، يعني بيبقى جميل في المحشي. ده الروم اهو لكنه لسه برضه المفروض انه بيبقى حجمه اكبر من كده. دي البتنجان الابيض. زراعة البتنجان سهلة جدا والعناية بيه سهلة برضه. ما بيحتاجش عناية كبيرة. ممكن نزرعه في البيت عندنا، ممكن نزرعه فوق سطح البيت. في اي مكان متاح له، كمان مش محتاج خبرة كبيرة عشان نزرعه. قولوا لنا تجربتكم مع زراعة البتنجان، زرعتوه ولا لأ؟ كانت ناجحة ولا ايه المشكلة اللي واجهتكم؟ وزرعتوه فوق سطح البيت ولا في حديقة البيت؟ الحمد لله بنجمعه كل يوم وبيتم حصاده كل يوم عشان ما يكبرش ويبوظ مننا. طبعا مهم جدا نتابعه لو في اي حشرات لازم يتم القضاء عليها برش المبيدات الحشرية. وادي الشطة معانا اهي. ده تاني يوم المطرة بتاعت 1/7، أمطار 1/7. طبعا كلنا عشناها هنا في الشرقية، كانت سيول والحمد لله عدت على خير. هتلاقي بعض الشجر نايم بسبب شدة الأمطار.
الناس اللي متابعانا قولوا لنا جربتوا تزرعوا شطة قبل كده ولا لأ، والنتيجة معاكم كانت عاملة ازاي. موضوع سهل وبسيط، لكن محتاج متابعة الزرع اللي احنا بنزرعه. بعد الشطة بتاعتنا اللي جمعناها الحمد لله اللهم بارك. وادي البتنجان كمان. كل سنة وانتم طيبين. لو كملتم معانا الفيديو للآخر قولوا لنا زرعتوا شطة وبتنجان ولا لأ، وقولوا لنا تجربتكم كانت عاملة ازاي وايه المشكلة اللي واجهتكم، وان شاء الله لو في اي حاجة نقدر نحلها مع بعض. شكرا لمتابعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.